السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وربنا يتقبل منكم الصيام والعبادات في الأيام الجميلة دي. حبيت أتكلم النهاردة عن شروط الأضحية، ودي حاجة مهمة بما إن أغلبنا إن شاء الله هيكون من الناس اللي بتضحي في العيد، وكل سنة وانتم طيبين. في 4 شروط مهمة أوي للأضحية لازم ناخد بالنا منها. الحاجة الأولانية إنها لازم تكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام 3 حاجات: البقر والإبل أو الجمال، واخر حاجه اللي هي الاغنام، ودي طبعا نوعين: الضأن او اللي هو الخرفان، والنوع التاني اللي هو الماعز. الشرط التاني اللي موجود، طبعا الشرط الاولاني ده معناه ان ما ينفعش مثلا مع احترامي ان حد مثلا يذبح بطه او وزه او فرخه ونقول دي كده اضحيه. لا، دي كده مش اضحيه لانها مش من بهيمه الانعام. الشرط التاني من شروط الاضحيه هو شرط السن. لما تيجي تذبح مثلا من البقر ما ينفعش يقل عن 2 سنين، لازم يكون 2 سنين وطالع. في الجمال مثلا او في الابل لازم يكون 5 سنين وطالع. اما بالنسبه للاغنام ففيها قسمين: القسم الاولاني او الجزء الاولاني هو والله الخرفان لازم تكون 6 شهور فما فوق، لكن لو كانت من الماعز فلازم تكون سنه فما فوق. نخلي بالنا قوي يا جماعه من الاعمار دي عشان ما تسيبش حاجه صغيره تضيع عليك الثواب والاجر بتاع الاضحيه. الشرط الثالث هو ان احنا لازم نبعد عن 4 حاجات في الحيوان اللي احنا هنذبحه علشان الاضحيه. نبعد عن العوراء اللي عندها عين بايظه وعين سليمه، ونبعد عن العرجاء اللي هي بتمشي تعرج او ان هي بتمشي تزك على رجليها، ونبعد برضو عن الهزيله وعن المريضه. يعني ما ينفعش يكون حيوان نحيف وما يطلعش منه خير وهو ده اللي هنقدمه لربنا. لا، احنا بنعمل الاضحيه دي عشان ربنا، فبنحاول ان احنا نقدم احسن حاجه عندنا لربنا. طبعا ده ما يمنعش ان في بعض عيوب تانية ممكن نتلاشى عنها. زي ايه؟ لو لقينا والله مثلا خروف قرنه مكسور، عادي. لو لقينا مثلا ان ديله مقصوص، برضو عادي مفيش مشكله. لو في مشكله مش عارف ايه في الشفه، عادي مفيش مشكله. كل دي مش عيوب ضخمه تخليها ما بقتش اضحيه. جميل. الشرط الرابع بقى، وده شرط مهم جدا، بيتكلم عن التوقيت. امتى هتذبح وتقول عليها اضحيه؟ لازم تكون بعد صلاه العيد. يعني لو انت ذبحت قبل صلاه العيد، لان في ناس ساعات بتذبح قبل الصلاه يقول لك عشان اذبح الجزار والحق الاقي جزار يكون موجود. لا طبعا مش هنذبح الجزار، بس عاوز يلحق لان الجزار يكون فضيله ولا حاجه، فيقوم ذابح قبل صلاه العيد. طبعا في الحاله دي لو انت ذبحت قبل الصلاه ووزعتها على الناس، في الحاله دي هي كده بقت صدقه طالعه لله، لكن ما هياش اضحيه. لكن الاضحيه وقت الذبح بتاعها بعد صلاه العيد. نخلي بالنا من الحاجات دي وربنا يتقبل مننا ومنكم، وعيد سعيد عليكم وكل سنه وانتم طيبين. سلام.